الدقيق لو انت جايبه كميه دقيق وخايفه تبوظ عندك او تسوس او يجيلها دود او سوس او الكلام ده، مثلا من الحر من الشتاء، اي حاجه. عايزه تحفظي الدقيق، هنحطه في الفريزر. هتحفظيه ازاي؟ هتجيبي علبه، لو الكيس معاكي مفتوح هتقفليه كده بالشكل ده تحت الكيس وهتحطيه في علبه. مثلا لو العلبه هتقضي 2 3 حطيهم، وبعد كده هتحطيه في الفريزر. هتخزنيه في الفريزر ولا هيجراله اي حاجه من السنه للسنه. وعن تجربه بجد، فكره بجد جامده وسهله جدا وبسيطه. هتحطي العلبه في المصفى دي لو عندك بالشكل ده، لو اتقطعت منك طبعا مش هينفع تستخدم تاني، لان هي هتكون مصديه وخلاص، مبقتش صالحه للاستخدام، يعني خلاص هي عايزه تترمي. فاحنا هنستغلها في حاجه تانية، لان احنا ما بنرميش حاجه خالص طبعا. فانتي هتجيبيها وبعد كده هتحطي عليها قطع الفحم. قطع الفحم بدل ما تحطيها على عين البوتاجاز هتحطيها في المصفى بالشكل ده، وبعد كده هتحطيها على عين البوتاجاز بجد. وهتوفر معاكي غاز بشكل يعني رهيب، وان هي النار هتوصل لكل الفحمية، بدل ما انتي واقفة عمالة تقلبيها بالماسك، وان حتة يعني حتة ولعت وحتة لأ. بالشكل ده لما بيكون في المصفى، يعني الولع هتوصل لها في كل مكان، وهتخليها تولع بكل سهولة وأسرع كمان، وهتوفر لك في الغاز. بجد فكرة سهلة وبسيطة من انك تحطيها على عين البوتاجاز، وعملناها بالمصفى دي بدل ما نرميها. بعد كده لو عندك اكياس البيكنج باودر، الفانيليا، عندك اكياس خميره مفتوحه مثلا، عندك اي حاجه من الاكياس دي متبعتره كده في التلاجة وانت عايزه تلميها في حاجه، فانا هقولك على الحاجه اللي انت هتلميها فيها دي بكل سهوله. لو عندك العلبه دي فهي هتلملك كل الحاجات دي فيها. طبعا العلبه دي ما فيهاش، بس انا ما برميهاش، بحط فيها الحاجه بتاعه اللي هي الكيك دي، الفانيليا، بيكنج باودر، بحط جواها الخميره. انت طبعا خلصت اللي جوه العلبة دي كانت بتاعت ايس كريم بتاعت دريم، وانا حطيت فيها الكياس، يعني وفرت لي كمان مساحة في التلاجة، وبقت اسهل بكتير، وان اني الاقيهم اسرع، يعني مش ان انا اقعد ادور عليهم في التلاجة هم راحوا فين. الفكرة دي سهلة جدا وبسيطة، وسهلت لي عليا الموضوع ده. لو لسه معايا مكملة الفيديو لغاية هنا، ما تنسينيش بقى في اللايك الجميل بتاعك عشان الفيديو يترفع، وشجعيني وقولي رأيك في الفيديو. عندنا سلك المكوى ده بيضايقنا جدا لما بنحطها في مكان، فهقولك ليه على فكرة حلوة جدا. هتلفيه كده على بعضه زي ما انت شايفاه كده، بس اهم حاجة هتخلي الفيشة من فوق. وبعد كده هتجيبي استك اللي هو بتاع التوكة، سواء اللي هو الاستك اللي وريتهولك الاصفر ده، او اللي هو زي الاستك الفلوس. وبعد كده هتجيبيه من تحت وتلفيه على فوق، وهتثبتي واحد في الفيشة الأولانية وواحد في الفيشة التانية زي ما انت شايفاها كده بالظبط، وهتثبت معاكي وعمرها ما هتفك منك ولا تضايقك تاني. فكرة سهلة وبسيطة، جربيها واعتمديها عندك في المكوى، عمر السلك ما هيفك منك تاني. كلنا بيبقى عندنا وصلة الشاحن دي وبتبقى خلاص هتتقطع. علشان تحميها وتقعد معاكي فترة أطول، هتجيبي الغطا بتاع الازازه، اي غطا عندك هتجيبيه، وهتجيبي الولاعه وتبتدي ان انت تسيحيه زي ما هوريكي دلوقتي حالا. هتجيبي الغطا اهو، وهجيب الولاعه دلوقتي وهسيحه معاكم علشان اوريكي ان انت هتصلحيه بكل سهوله، علشان يقعد معاكي فتره اطول يشحن وما تحتاجيش تشتري واحده تانية. تمام، هجيب الغطا اهو، هبدا ان انا اسيح كده غطا الازازه. انا بسيحه معاكم اهو لغايه ما هلاقيه سايح خالص. وبعد كده هبتدي بقى اجيب وصله الشاحن، اي وصله شاحن عندك او اي وصله عندك محتاجه ان انت تعمليها زي ما هتشوفي كده علشان تقعد معاكي فتره اطول. جربي معايا الفكره دي، فتره صلاحيتها هتطول عندك. هجيبها بقى وهجيب الحته اللي هي مقطوعه عندك، وهبدا ان انا الف كده وصله الشاحن عليها، بحيث ان انا الف البلاستيك ده عليها. تمام، زي ما انت شايفه كده انا هفضل الفها لغايه ما الاقي البلاستيك كده خلاص حاوطها. وبعد كده هشدها، بس اهي شايفاها لفيت عليها كده البلاستيك اللي كان موجود في الغطا. وبكده هتقعد معاك. عندك كميه من البطاطس وعايزه تقشريها بسرعه جدا او مستعجله، فالفكره دي ليكي. هتجيبي البطاطس كده وهتقشري من القشر بالشكل ده، وبعد ما هتقشريها طبعا هتغسليها كويس، وهتيجي بقى علشان تعملي البطاطس. طبعا انت هتقشري الصوابع كلها مره واحده بطريقه سهله، دي الطريقه اللي انا هقولك عليها دلوقتي. انما الطريقه التقليديه برضو ان انت تمسكي واحده واحده تبداي ان انت تعمليها صوابع. بصي انا هبدا ان انا اقطعها كده لشرايح، وهمسكها برضو في ايدي، وهبتدي ان انا اعملها لصوابع بطريقه سهله جدا زي ما انت شايفه كده. بصي ماشيه بطريقه سلسه جدا، مش صعبه خالص وسهله، وعملت لي كميه البطاطس كلها في ثواني. شايفه الكميه حلوه ازاي، وتحسي ان كمان الصوابع قد بعض. يلا هعملك الفكره تاني اهي. في البطاطساية التانية بتقطعيها على شكل دواير كده، وبعد كده بتحطيهم على بعض بشكل منتظم كده علشان الصوابع تطلع زي بعض.
وتبتدي ان انت برضو تقطعيها كده لصوابع. هوريكي برضو بصي الطريقه التقليديه ان احنا بنمسكها كده شريحه شريحه، وان انت بتبتدي ان انت تقطعي، وبتاخد وقت معاكي كبير. انما بالطريقه دي انت بتقطعيها بسرعه جدا ومن غير اي مجهود. اهو شايفه بصي، انت تمسكي واحده واحده وتبتدي ان انت تقشريها، بتاخد معاكي وقت ان انت تعملي واحده واحده، ما بتبقاش قد بعض. انما بالفكره اللي انا قايلها لك دي بتحسيهم كلهم قد بعض. يلا تدخلي الشرابات كده من ناحيتين، واحد من ناحيه وتانية من الناحيه التانية زي ما انت شايفه كده. خلاص، اهو ده شكلها، شكل المقشه بعد ما لبستها الشرابين اللي هما القدام اللي عندك. بعد كده هجيب المحلول او اللي انا يعني هحط فيه المقشه دي. هجيب طبق هحط فيه شويه من الميه الدافيه، وشويه من الصابون بتاع المواعين، وشويه من الخل. يعني مثلا بمقام نص كوبايه خل كده على شويه ميه دافيه وشويه صابون المواعين زي ما قلت لك. بعد كده هبدا ابل كده الشرابات دي بالميه اللي انا قلت لك عليها. تمام، مش هتبليها قوي، يا دوبك حاجات بسيطه كده علشان خاطر مش تليط لك اللي احنا هنعمله دلوقتي. خلاص، يا دوبك بليتها بالشكل ده كده. بعد كده اخر خطوه هتعمليها بعد ما بليت المقشه كده اللي هي الشرابات، بعد ما بليتها بالميه، هتجيبي حته سلك مواعين تكون برضو فيها الميه دي. تمام، هتبليها في الميه كده، وبعد كده هتجيبي سلكه المواعين وهتثبتيها على المقشه، على الشرابات دي. انا ثبتها كده في الشراب. يا اما هتجيبي استك بتاع الفلوس او الاستك بتاع الشعر بتاع بناتنا وتحطيه بيها. تمام، المهم ان هو يتثبت على المقشه. وهتبداي تنضفي الحيطة اللي جنب البوتاجاز او اي حيطة عندك معكساكي ومش قادرة تجيبيها لغاية فوق. بجد الطريقة دي حلوة جدا، عصاية المقشة هتطلع لك فوق خالص، وهتنضف لك الحيطة وهتخليها كمان تلمع بسبب الخل. الخل هيخليها يلمع وهتبقى حلوة جدا. لو عندك دهون صعبة شوية، رشي عليها بار او اي مذيب دهون يعني، وتسيبيها شويه وتبداي تعملي الحركه دي. السلك اللي انت حطاه في الشربات هينضف لك الحيطه، وكمان الشربات اللي محطوط فيها الخل والصابون والميه هتبدا تلمع لك الحيطه وتنضفها. فكره سهله جدا بسيطه عجبتني، حبيت اقولها لكم. بتنضف حلو جدا زي ما انت شايفه. انا بصور وماسكه ايده طبعا مش مالكاها كمان، وما بضغطش جامد، وبتنضف يعني كمان مش مالكه كمان العصايه ان انا امسكها، وكمان نضفت لي الحيطه زي ما انت شايفه كده. بجد فكرة حلوة وبسيطة. لو عجبتك الفكرة ما تنسيش تحط اللايك والاشتراك علشان يوصلك اي فيديو انزله. انا من حلاوة يعني ان الفكرة ناجحة معايا مش قادرة اوقف الفيديو، عمالة اوريكي ان انا بنضف اهو، يعني بميلها كمان وبنضف بيها وبتنضف كويس جدا. يعني مش هقولك مثلا ما بتنضفش معايا، لا هي بتنضف. وكمان السلك بيشيل اي دهون موجودة في الحيطة، يعني اي حاجة سواء سلك ناعم او خشن هينفع كمان في الوصفة دي. ومسحت بيها الجناب، وبتيجي في الجناب كمان، وبتيجي في كل حته، بتخش في اي حته في الحيطه، وبتجيب اخر الحيطه فوق طبعا بسبب طول عصايه المقشه. تمام، يلا بقى دوسي على لايك واعملي لي سبسكرايب وفعلي الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي. يا رب تكون الفكره عجبتكم. وهي مسحتها خلاص، كانت في حاجات في الجناب بصي بتتشال معايا بكل سهوله. وكمان عملتها من تحت خلاص، الحيطه كلها نطفت معايا وبقت بتلمع كده ازاي شايفه، بسبب الخل طبعا اللي احنا حطيناه، وبسبب ال- الشربات والمقشة. واستخدمت واستنفعت كمان من الشربات القديمة اللي انا هرميها، يعني استنفعت منها. يا رب تكون الفكرة عجبتكم. وكمان عملتها من تحت كمان الحيطة كلها ونطفت معايا وبقت زي الفل. شايفين الشكل؟ وعملتها كمان من تحت اهو. هتوحشوني جدا، مع السلامة.